دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى من الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل إنك لم تصلي. ثم ذهب الرجل فصلى مرة ثانية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي إنك لم تصلي. ثم كررها 3 مرات. 3 مرات يا جماعة يروح يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صلاتك مش صحيحة، روح صلي تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الرجل: يعني يا رسول الله أنا ما بعرفش أصلي إلا كده، طب أعمل إيه؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي أنا جاي أتكلم فيه يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني إذا ركعت فاطمئن في الركوع، وإذا سجدت فاطمئن في السجود، وإذا قرأت القرآن فاطمئن في القراءة، وإذا توضأت فأحسن الوضوء. يا جماعة الاطمئنان في الصلاة ركن من أركان الصلاة. يعني أنا لو مش بطمئن في الصلاة بتاعتي صلاتي صلاة باطلة. يبقى ركن من أركان الصلاة الاطمئنان في الصلاة. يبقى أنا بصلي ما أصليش صلاة كروتة، هوب هوب على طول أصلي على طول، لا دي مش صلاة صحيحة. الصلاة الصحيحة اللي أنا أكون مطمئن، أكبر الله أكبر، أقرأ الفاتحة كده بهدوء، اركع بهدوء، اقوم من الركوع بهدوء، اسجد بهدوء، اقول التحيات بهدوء. كل ده يا جماعه ركن من اركان الصلاه. وكمان لو انا صليت اصلا صلاه سريعه هيبقى ما عنديش خشوع في الصلاه. فعشان تصلي صلاه صح لازم تخشع في صلاتك، ولازم يكون عندك اطمئنان في الصلاه. اما الصلاه اللي انت شفتها ديت فللاسف صلاه ليست صلاة صحيحة. يبقى أي حد يا جماعة بيصلي زي الشاب ده أو بيصلي بصلاة بغير اطمئنان، دي يا حبيبي صلاة لا تصح، لازم تعيد الصلاة تاني. شرط ركن من أركان الصلاة الاطمئنان في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.